كمان الاستاذ عثمان عبد المنعم. ازيك يا استاذ عثمان؟ سمعنا يا استاذ عثمان انك كنت بتتفرج على مباريات المنتخب في البطوله، كان بينزل عليك الوحي وتقول شعر جميل في المنتخب، مدح وفي شيء من الرومانسيه، صحيح الكلام ده يا استاذ عثمان؟ ما تحرجنيش. عدم لا مؤاخذه يعني انا كنت فاتح التلفزيون بتاعي وبتفرج على الماتش الجدي. اصل انا احب اتفرج على الكوره الجديده، ولقيت نفسي بكتب وبمدح في الكابتن حسن شحاته، ورومانسي يعني كمان انا عاطفي وشاعري وبقول كلام جميل. ازيك يا حاج نجم؟ معانا كمان الحاج محمد نجم. ازيك يا حاج نجم؟ سمعنا يا حاج نجم انك مقاطع المنتخب القومي من ساعه هزيمته في كاس القارات، صحيح الكلام ده؟ يا راجل ده انت قلبك زي البغزة البيضة، انسى الموضوع بقى وانت قلبك عسل. طيب قول لي يا حاج نجم، ايه رايك في فوز منتخب مصر في بطوله انجولا 2010 بطوله الامم الافريقيه على منتخبات نيجيريا والكاميرون وغانا وباقي الفرق اللي رايحه كاس العالم؟ بلا نيجيريا بلا كاميرون بقى، الغي بقى، الغي. بس انا عجبني قوي الواد اللي شاط البلن في الجزائر، اسمه عبد ربوه. عبد ربوه مين يا حاج؟ حسني يا راجل، الاسمراني المبيض. حسني عبد ربه. طيب ايه رايك يا حاج بقى في فوزنا على فريق غانا؟ ولا العيال بتوع غانا دول، الواحد والله لولا فانيلاتهم ما كان شافهم. الواحد منهم تقول له صارحني ابوك لما جه يتجوز امك نسي يدوس على الفلاش. يا بن الذين دمك زي العسل يا حاج نجم والله. ايه ده؟ مين الحمار اللي معاك ده؟ حمار ايه بس يا حاج نجم؟ ده ضرفيل اهو، ضرفيل. انا بكلم الضرفيل. خلونا نطلع فاصل اعلاني يا جماعه ونرجع تاني. ده بالذمه دي لعبه دي يا ربي، كوره زي دي يقوم مجهز دماغه وينطحها في الجول على طول، ينطحها. الصلع بيشجعوا مصر واحنا معاهم. كوكا كولا راعي المشجع المصري. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين، مساء الخير، وهنشوف معانا مين دلوقتي. استاذ احمد ماهر معانا كمان اهو. معلش يا استاذ احمد هنعطلك عن دورك في مسلسل الفرسان، عن دور هولاكو. عاوزينك بس تقول لنا تحب تقول ايه للمعلم حسن شحاته بمناسبه فوز منتخب مصر ببطوله الامم الافريقيه انجولا 2010. انا هولاكو حفيد المخلد ابد الدهر جانكيز خان، اني جيت اليكم برساله من اجل مدرب المنتخب المصري. اقول له المدرب مش بس بخطته، المدرب برعايته لعبته وفرقته، وان هبة ريح من منخار فرس مصري كفيلة بالاطاحة بافريقيا كلها. ان ما حدث كان علوا وسموا لمصر. دمت للبلاد فارسا. معانا كمان سي السيد احمد عبد الجواد. ازيك يا سي السيد؟ انت فينك يا سي السيد؟ ده الست امينه مراتك جت تتفرج معانا على ماتش الكاميرون. يعني خرجت يا امينه وكمان بتتفرجي على ماتشات؟ شفت جده يا امينه عمال يبجن الكاميرون كان هيجيب له العقم والعياذ بالله. بعد ما تخلصي الاكسترا تايم تلم هدومك وعظمك. اصل ما خلفتش رجاله يا امينه، اتفو. استاذ ايمن زيدان. ازيك يا استاذ ايمن؟ تقول ايه بقى يا استاذ ايمن للمعلم حسن شحاته بعد فوزنا ببطوله الامم الافريقيه انجولا 2010؟ اهلين وسهلين. شو بدي اقول لك يا استاذ، انا كنت حارس مرمى بالماضي وهالذكريات ما بدي انسى اياها. الله عليك يا استاذي يا معلمي يا حسن، انت بركتنا وتاج راسنا، احنا كلنا بنحبك. خلاص لا تعذب حالك يا معلمي، يا حسن. خلاص ولك اولادك كسبوا البطوله هذه. مهندس محمد بنتاجي، تقول ايه بقى يا باشمهندس
عن فوز منتخب مصر ببطولة الأمم الأفريقية أنجولا 2010 وعن المجهود اللي انت بذلته في الفيديو كليب دي. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا استضافوني من سنتين بعد البطولة اللي فاتت غانا 2008 برنامج حديث المدينة، وقلت لهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا باهلها خيرا فهم خير جند اخرجوا للارض. وكان ولا زال رأيي ان الجندية مش في الحروب بس، بل في شتى المجالات وشتى الميادين، واهم هذه الميادين هي الكورة. والإنسان المصري بيظهر معدنه في الشدائد، والحمد لله. الحمد لله العاطي الوهاب، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله. وبالنسبة للكليب ده والجهد المبذول فيه، فأتمنى أنه يكون سبب لإسعاد أي حد هيتفرج عليه. وأحب أعتذر وأقول سامحوني إذا كان صوتي ما قدرش يقرب من نبرة صوت بعض الفنانين اللي حاولت أقلدهم. هو الهدف بالظبط مش تقليد الصوت قد ما هو، لأن تقليد الصوت ده له ناسه طبعا، مش تقليد الصوت قد ما هو تقليد الكاركتر والمظهر وطريقة الكلام والكلمات المشهورة اللي بيقولها الفنان. وأتمنى أن يكون مستوى الكليب ده عجبكم ويكون أفضل من الكليب اللي فات غانا 2008 حديث المدينة بعد البطولة السابقة، عشان الواحد يبقى بيتقدم مش في السن بس، في المستوى كمان. شكرا جزيلا. سلام عليكم. مهندس محمد بلتاجي. احنا بنشكرك يا باشمهندس وبنقول لك الف مبروك لمصر وربنا يوفقك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، الف مبروك لمنتخب مصر فوزه ببطولة الامم الافريقية انجولا 2010. الف مبروك لمصر كلها، وليلة سعيدة عليكم ان شاء الله، والى اللقاء في حلقة جديدة من القاهرة النهارده.